السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا كان بصحة جيدة يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. نديروا لو بور ديسكارغو، هي يعني تسمية برك، لكن حنوريكم كيفاش نديروها. هنا بالنسبة للو بور ديسكارغو كانوا يستعملوه لعمل الببوش هذاك ولا الجغللو هذاك، بوجغللو يديروا به يطيبوا به. احنا نديروه بهذيك الطريقه، لكن باش انا ما نطيبش بوجغللو، لكن نديروه بزاف عفايس مثل الخضره سوتي، ولا نديروه مع لي ستيك مع البواسون. كاين بزاف عفايس تقدروا تستعملوا هذا الزبده هذه بهذه الطريقه، وتجيكم بزاف بزاف بنينه وهايله. بالنسبه لي راني استعملت كما تشوفوا الزبده المالحه، هي نستعملها مالحه لانه في الوصفه تقدروا ديروا الملح، تقدروا ديروا فلفل كحل، لي شالوت هذيك البصل الصغيره والثوم والمعدنوس. انا بالنسبه لي اكتفيت غير بالمعدنوس مع الثوم، وبالنسبه للزبده استعملتها بالعاني هذيك المالحه باش تعطيني كما يقولوا الذوق شباب والذوق بنين. هذا ما كان نستعملها هكذا ونرحيها حتى نتحصل على لا بوري تاع الزبده بهذه الطريقه، ونحتفظ بها في المجمد هذه. ولا درتو كميه صغيره تقدروا ديروها تاني في الثلاجه عادي في بلاره برك، وتستعملوا منها كل ما تسحقوا لطيابكم. انا هذه الزبده نقول لكم نستعملها في الستيك، ديري مغرفه منها وديريها في المقله طحي طيبي ستيك تاعك تجي واحد البنه بزاف بزاف هايله. تقدروا تستعملوها في الخضره المفوره، تفوروها كي تطيب معكم، ديروا شويه في مقله، تعاودوا تحمسوا هذيك الخضره معكم هذه مع هذه الزبده، وتجيكم بنه تاني عظيمه. تزيدوها برك التوابل ولا حبيتوا مثل فلفل الكحل ولا الكمون ولا عفسه هكا اللي تحبوها نتوما، وتجيكم الخضره تاعكم واجده وبنينه. هذه الزبده نقدر نستعملها انا بزاف في رمضان، بما اني حنطيب بزاف بالخضره في رمضان، خاصه الخضره المفوره قلت لكم. نقدر ولا حبيت نعاود لها في المقله هكذا، نعاود لها باش نمد لها البنه هذه تاع الزبده المالحه والزبده كما يقول لكم بالثوم والمعدنوس، البنه تاعها بزاف بنينه. وكما نقولوا حاجه كما هادو نوجدها لافونس ما تخسر اصلا انا نوجدها على عام ماشي غير في رمضان. وبما انه رمضان قلت علاش لا نشاركش معكم هذه الوصفات وهذه الافكار، بالك نتوما تاني تنفعكم ولا حبيتوا ديروها هكا تنحي عليكم كما يقولوا الخدمه في رمضان، تنحيوها تلقاوها واجده. وبالنسبه لي هذه الزبده حنديرها في المجمد، كل ما نسحق نجبدها ونقطع منها شويه باش ندير بها واش نسحق. هذا مكان، وان شاء الله هذه الافكار ينفعوكم، واستناوني حنزيد معكم افكار بزاف هايله ان شاء الله لرمضان. ان شاء الله هذه الفكره تكون عجبتكم. حنا اكيد حنتلاقاو في فيديوهات جايه ان شاء الله. الى ذلك الحين تهلاو في روحكم ومع السلامه.